عليكم الخوت، كي دايرين بخير؟ هانيه كلشي مزيان. معكم خوكم شفيق. المهم النصائح اللي غنعطيوكم اليوم الصراحه داكشي اللي كنعطيكم انا نتوما هما اللي كتعطيوني داكشي اللي غنقول لكم انا. المهم دابا واحد شويه اتصل بي واحد الاخ من ايت منو الوقيله كنظن من الناحيه ديال اكادير كنظن. المهم هاد الاخ هذا شرا موطور جديد من المكازا ولكن مبغاش يدوزوه ليه في سميتو في لافيزيت، ما عرفتش السبب شنو هو بالضبط. المهم هو واخد موطور جديد، مول المكازا كيمشيو انا مبغاش يدوزو ليه، اذا فيه شي مشكل. المهم اول حاجه النصائح اللي غنعطيكم لهذا الموضوع انا هي في القانون اللي كيتحمل المسؤوليه. شوف بنادم اللي عطيتيه فلوسك، نجيكم من الاخر انا، اللي عطيتيه فلوسك ماشي يقول لك لا المشكل في لافيزيت لا مشكل في الموطور لا مشكل كذا. شوف بنادم اللي عطيتيه فلوسك، وفي الصراحه الانسان يتحمل المسؤوليه. اللي باع لك الموطور هو اللي يتحمل المسؤوليه، اللي شد الفلوس هو اللي يتحمل المسؤوليه، ماشي شي هذاك يلصق في هذا هذاك يلصق في هذا. وشكون اللي كيضيع بنادم اللي عطيه فلوس؟ هذا المشكل هذا من الاحسن تفاداوه. اذا ترجع بنادم اللي عطيتيه فلوس ديالك هو اللي يتفاهم معاه، اما يرجع لك فلوسك واما يقاد لك الموطور ديالك. المهم هذه جوج حوايج ما فيهمش الثالثه. المهم هذا هو اللي خصو يكون. ثاني حاجه، دابا انت غتمشي تشري موطور، اول حاجه ما تشريش موطور يقول لك سير دوزو في لافيزيت، خليه هو يدوزو في لافيزيت. انت خذ التوصيل ديالو هو، حيت مول المكازا اصلا كيكون عنده الناس ديالو في لافيزيت، كيمشي كيدفع لهم بالزربه، كيعطيه واحد التوصيل، كيرجع بحال هادشو كيجي يعطيك التوصيل بان الموطور دايز في لافيزيت ناضي. شنو كتساي انت كتخرج لك شهاده الملكيه كتاخذها، وديك التوصيل اللي كيعطيك كتقطع به راسك، ما كيبقاش عندك المشكل بالنسبه لك انت. دابا هاد السيد هذا حتى كان مول من الديبار خلى مول سميتو مول لافيزيت مول المكازا ديال المطار مشى لافيزيت ويقول ليه الشغل، ما كانش يعطيه في هذا المشكل هذا. وثاني حاجه كان عليه يتفاهم معاه من الديبار، يمشي يقاد ليه المسائل ديالو. المهم اخ دابا الاخوان اللي كنوصيهم هي الا بغيتو تاخذوا موطور لا ما تحتاج تمشيو لافيزيت نتوما، خليهم من المكازا هو اللي يمشي لافيزيت ويجيب لك التوصيل ديالك بان حتى تساين غير شهاده الملكيه صافي. كتشد التوصيل كتمشي تقطع راسك ديك الساعه ما كتلقاش مشكل، ولا مول لافيزيت يقطع لك راسونج راه ماشي مشكل. ولكن راس اذا كان عندك توصيل راه المشكل ما عندك لا مشكل لا والو، غتمشي لراسونج تقطع راسونج بواحد السهوله. وهاد الاخ هذا الصراحه اتصل بيا ومعصب بزاف، قال لي دابا كان الجوع ولا 10 ايام وانا غادي جاي عليه. اذا الصراحه اعزل المكازا اللي غتعامل معها، لا تعامل معك مزيان. هذه اول حاجه. هاد المسائل هذه قولها ليه قبل ما تشري الموطور، قول ليه انت اللي تدفع لي لافيزيت وجيب لي توصيل. القضيه ديال الراسورانس راه ماشي مشكل باش تتفادى هاد المشاكل انت. وانا ما عرفتش الصراحه هاد المشكل هذا ديال الاخ اللي قال لك بان راه بقى مشكل في المكازا. ما عرفتش المشكل ديال هاد لافيزيت هذا بالنسبه للموطور جديد، وهاد الموديل هذا اللي كاين خارج دابا ما فيهوش مشاكل صافي. كتما السيد كدا هادي لافيزيت سميتو لافيزيت كتمشي كدوزو بواحد السهوله. اصلا راه كيكون فيها عيد 49 كيدوزوه بسهوله، خصوصا هاد الموديلات اللي خارجين جداد دابا كيدوزو. ما عرفتش انا المهم هاد الاخ هذا شنو المشكل، ولكن كنقول الاخ هذا رجع ليه موطور وخد فلوسك يدوزو في لافيزيت. اذا مول المكازا هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه، ماشي مواطن مشى خدا موطور بان راه لاباس عليه. كما كيقولش البعض راه عنده موطور راه لاباس عليه، بالعكس الانسان راه كياخذ موطور باش كيقتصد ديك الفلوس ديال الترونسبور، حيت الموطور راه اقتصادي على سميتو على تمشي في الطاكسي ولا تمشي شي حوايج اخرى. اقتصادي تقدر دير فيه نص لتر ليسانس. الطاكسي اللي غتمشي بها ب 7 دراهم ولا جا ب 7 دراهم، ولا عندك واحد 4 طاكسيات في النهار ممكن غدير واحد لتر ليسانس ولا نص لتر ليسانس غيديك وجيبك كتكون اقتصادي. هنا باش الانسان راه كيدير موطور باش كيقتصد، ماشي الانسان كيدير موطور بان راه لاباس عليه وانت يجي عندك عاوتاني ياخذ موطور في نفس الوقت كتزيد تضغط عليه حشومه. هادشي ما كاينش. من الاخوان النصيحه اللي عندي انا، الانسان اللي غيمشي ياخذ شي موطور ما تكترش تمشي لافيزيت انت، هو النيت تمشي لافيزيت ويجيب لك التوصيل ديالك صافي. ديك الساعه ما كيبقاش عندك المشكل كاع. هذيك التوصيل كيعطيه لك كتمشي راسك كتقطع راسورانس ديالك صافي، كتمشي تحرك الموطور عادي حتى كتخرج لك شهاده الملكيه. المهم وكنقول من بعد الاخوان اللي كاين في المكازات الصراحه هنا في نفس ما كاينش هذا المشكل. الانسان كتاخذ من عنده موطور هو كيتكلف كيمشي لافيزيت كيجيب لك التوصيل ديالك، ما كاينش هذا المشكل بتاتا. كنقول الاخوان ما عرفتش المشكل ديال البث المباشر ديال البارح، ديال الفيديو اللي درت البارح كان كيتقطع، ما عرفتش واش انا ما بغيتش ولا شي حاجه. ودابا نعاود لكم بعد داكشي اللي في الفيديو على حساب شنو تعرف قبل ما تشري الموطور
بالنسبه للروداج كيفاش تصوب كيفاش كذا، من بعد نعاود لكم شي فيديو ان شاء الله حتى نحل هذا المشكل هذا ديال البث المباشر. كيبان لي كيتقطع، ما فهمتش انا المشكل منين كاين، واش من الريزو واش كذا واش الويفي واش، وواحد الوقيته راه درت الاش كاع وما صون داكشي كيجي مقطع، ما عرفتش المشكل منين كاين. كنقول للاخوان بغيت تشري موطور ديالك خليه هو يمشي مول المكازا، هو اللي يتحمل المسؤوليه، يمشي لا فيزيت ويجيب لك التوصيل ديالك، غتمشي تقطع لاسورونس ديالك وسير حرك مع راسك. وما نساش الفيدونج، ديما كنقول الفيدونج لا يشري شي موطور جديد، الفيدونج خصو يعرف يصوب، واللي ما كيعرفش يصوب من الاحسن يبغي يدير الموطور في الطريق طويله باش ما يبقى كيعرف يدوز الفيتاس ويتحكم في الموطور ديالو. وكنقول الاخوان السلام عليكم والله يسخر، وما تنساوش المشاركه في القناه. السلام عليكم، معكم خوكم شفيق.